النهارده بقى إن شاء الله في الفيديو بتاعنا هنعمل العدس الأصفر بكل أنواعه. الوجبة دي وجبة جميلة جدا، يعني طاقة ودفى في الشتاء. بتبقى يعني تعتبر الرأي الرسمي كده لبرد الشتاء، بالإضافة إلى إنها طبعا وجبة متكاملة مغذية واقتصادية. يلا نسمي الله ونشوف مكوناتنا ونشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو من العدس الاصفر، غسلته كويس وصفيته. ده نص كيلو الا كوبايه، انا شلت منه كوبايه عشان هعمل منها الكشري الاصفر. طماطمتين غسلتهم وقطعتهم ارباع، بصله كبيره برضو غسلتها وقطعتها ارباع، وكمان جزرتين قطعتهم كده زي ما انتم شايفين، ده جزر ني مش مسلوق، واربع فصوص توم. وكمان معايا بطاطسايه كبيره قطعتها برضو ارباع، وكوبايه واحده بس من البسله، والبسله دي انا كنت مجمداها مفرزاها يعني، حتى باينه ان هي لسه ما فكتش من التلج بتاعها. اول حاجه هعملها هجيب حله، وهبتدي احط فيها كل المكونات دي كده على بعضها. العدس الاصفر وعليه كل الخضار بتاعنا، وكمان البطاطس والبسله، ولو كمان عندك كوسه حطيها بتبقى جميله جدا، ما بتبانش لكن بتزود القيمه الغذائيه للوجبه. هحط عليهم ميه مغليه، ولازم الميه تكون مغليه. يعني هغطي الخضار كده بشويه، وهرفعهم على النار على نار عاليه لحد ما يبتدوا يغلوا. بعد كده ههدي النار او انقل الحله بتاعتي على نار يعني عين اهدى شويه. وهاسيبها بقى براحتها، هتاخد لها حوالي ساعه كده في السليق. تاني حاجه هعملها، انا هنا هبتدي اجهز الكشري الاصفر. جبت حله حطيتها على النار، حطيت فيها معلقتين زيت على معلقه سمنه او زبده زي ما تحبي، ونزلت عليها بصله مبشوره ناعم، شوحتها كده لحد ما لونها اصفر. وبعدين حطيت كوبايه الكشري، كوبايه العدس الاصفر اللي كنت غسلاها ومصفياها، تتشوح كده مع المواد الدهنيه ومع تاخد من ريحه البصله. وكمان نزلت معاهم الرز، هيتشوحوا كده يعني دقيقتين تلاتة لحد ما يتغلفوا كلهم بالزيت والسمنه، علشان ما يعجنوش معانا. الخطوه دي اللي بتخلي الكشري ما يعجنش. وبعد كده هحط لهم بقى الميه، وتكون ميه مغليه طبعا. المقدار اللي انا حطيته ده كوبايتين من الرز عليهم كوبايه من العدس، يعني 3 كوبايات، حطيت لهم كوبايتين ونص بس ميه بتغلي. وبعدين بقى هنظبط الملح ونحط الكمون والفلفل الاسود ونهدي النار ونغطي الحله، وهنسيبهم بقى لحد ما يستووا براحتهم. هنا هنبص على العدس، هو كده شغال وبيغلي وخلاص قرب يدخل في السوا. طبعا العدس ده معلهوش اي بهارات ولا ملح ولا اي حاجه خالص. انا مهديه النار، ولو لاحظت طبعا احنا من وقت للتاني بنبص عليه، لو لاحظنا ان الميه قلت بنزود له ميه برده مغليه. يخلص سوا، وبعد كده نسيبه يهدى خالص، وناخده على الخلاط بقى علشان نضربه وننعمه، ونبتدي نشتغل نشوف هنعمل ايه. هنا العدس خلاص دخل في السوا، وسبته طبعا يهدى خالص قبل ما احطه في الخلاط. فهو دلوقتي بقى دافي، هبتدي بقى اضربه في الخلاط على مرتين، طبعا هي كميه كبيره فهضربه على مرتين. شوفوا بقى ناعم ازاي، بقى عامل زي المهلبيه او البودنج كده. كده انا ضربت نصه، الكميه اللي انا هخلصها يعني هنعمها هروح اشتغل بيها على طول. هنا في حله على النار هبتدي اعمل العدس اللي هو العدس الغموس. فهحط معلقه كده من السمنه، ويا ريت تكون سمنه فلاحي بتديها ريحه جميله جدا. وهحمر برضو معاها يعني معلقتين 3 بصل مبشورين ناعم، لحد ما لونهم يصفر وريحتهم تطلع. ريحه جميله طبعا جدا. وما تنسوش ان العدس بتاعنا لسه ما فيهوش اي بهارات. هنزل كميه العدس اللي ضربته في الخلاط، ناعم جدا وعامل زي البودنج كده. ده طبعا علشان اتقل قوامه واخليه ينفع يتغمس. فانا قدامي كذا حل، يا اما احط فيه لسان عصفور او شعريه. انا متعوده بصراحه بعمله برز، بحط فيه يعني حوالي نص كوبايه رز كده، بس يكون رز مطهي يعني رز مستوي. هنا بقى هنبدأ نحط البهارات بتاعتنا، الكمون فلفل اسود، وهنظبط الملح، وهنحط مكعب من مرقة الدجاج. بما اننا بنحب الحاجة سبايسي شوية فهحط معلقة صغيرة من هريسة الشطة. وهحط كمان بقدونس مفروم كده او مقطعاه رفيع. وهقلب وهدي النار، وهغطي الحلة وهسيبه بقى يستوي براحته. هنا انا بطحن بقية كمية العدس الاصفر، هضربها برضو لحد ما تنعم خالص زي الاولانية. كنت عايزة اقول حاجة، لو عندك هاند بلندر طبعا بيوفر علينا خطوات كتير في ضرب العدس، ضرب البصارة، الحاجات السخنة دي ما بنضطرش بقى ننقلها للخلاط وهي سخنة وان يبقى في خطورة. لا، بنضربها في الحلة زي ما هي. يعني لو في هاند بلندر في الحلة كده، بعد ما العدس او الحاجة السخنة بتاعتك تهدى شوية، هنضربه وهو في مكانه زي ما هو ونكمل طهيه.
هنا حطيت معلقة من السمنة عليهم معلقتين بالظبط من لسان العصفور، هحمصهم كده لحد ما يبقى لونهم ذهبي جميل، وهنزل عليهم بقية العدس اللي طحناه في الخلاط. وكمان برضو هضيف مكعب من المرق بكمون. ما تنسوش الكمون اهم حاجة. العدس الاصفر بيديله ريحة جميلة ونكهة جميلة جدا. وهنظبط الملح ومعلقة هريسة الشطة برضو. وهضيف نص معلقه صغيره خالص من الصلصه. صلصه الطماطم بتديله لون جميل جدا، بيبقى لونه اورنج بقى كده وبيبقى لونه جميل ولذيذ. بيبقى زي الجاهز بالظبط. هنقلب المكونات بتاعتنا كلها. ولو حسيت ان هو تقيل شويه ممكن اضيف شوربه. لو ما عندناش شوربه هنضيف كوبايه من الميه. انا حطيت شويه من الميه على بقيه العدس اللي في الخلاط، ونزلتهم على الحله وهسيبه بقى ايه ياخد غلوتين ونطفي عليه. يلا بينا نبتدي نقدم. ده العدس الشوربه بتاعنا جميل جدا، ريحته خطيره، خصوصا بعد ما حطينا له الكمون مرقه الدجاج والفلفل الاسود. شايفين لونه جميل ازاي؟ شهي ولذيذ ولونه خطير. رشه كده بقى من البقدونس، وطبعا جنب منه ما تنسوش ليمونه. ليمونه كده مقطعينها، لان شوربه العدس زي اي شوربه بتبقى جميله لو نصر عليها ليمون. الاكله دي يعني مش عارفه اقول لكم ايه عليها، لذيذه جدا شهيه. اكتر حاجه بتدفي في الشتاء. واقفه على فكره بحضر العدس ده، والرعد والشتاء والبرق شغال بره. النهارده نعتبر اول يوم في الشتاء. يعني خلاص دخلنا في الشتاء الجامد فعلا. كل سنه وانتم طيبين. هنا هنغرف بقى العدس الغموس. برضه هزينه كده بشويه من البقدونس المفروم ومعلقه بابريكا هرشها على وشه. هو المفروض في الخطوه دي بحمر بصله زي بصله الكشري بتتحط على الوش بزين بيها الطبق. لكن انا عندي هنا كل اللي موجودين في البيت مش بيحبوا البصله دي، فانا بكتفي ان انا بزينه كده التزيين الخفيف ده. بيبقى طعمه لذيذ برضه. طبعا انت على حسب اللي عندك في البيت بيحبوا ايه، ولادك بيحبوا ايه، تقدري تزيني بالشكل اللي يريحك. يلا بينا بقى نقدم الكشري الاصفر. انا هحطه في القالب بتاع الكيك اللي عامل زي الوردة ده، وهنزله في الطبق. بيبقى شكله جميل جدا، بيدي شكل حلو. وطبعا حلاوة الاكلة دي ما بتكملش الا بالبصل الاخضر والمخلل. اساسي جدا في اكلات كده بيبقى لازم لها تاتشات رفيعة علشان تكمل جمالها ويكمل مذاقها الحلو. بس كده يا حبيبي، دي كانت وصفتنا النهارده. ده العدس الاصفر بطريقتي الخاصة من سنين وانا بعمله بالطريقة دي، وكل اللي بياكله بيعجبه. الوجبة دي اقتصادية جدا، يعني بنص كيلو عدس عملنا حلتين كبار يكفوا يومين مش يوم واحد. الشوربة والعدس الغموس، وكمان متنسوش الكشري الأصفر. ما تنسوش بقى ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل حاجة جديدة اقدمها. بشكركم جدا، سلام عليكم.